كروية جديدة من كورة الجمهور. الجمعة دايما في الجمعة كده بحب أكون رايق، الدنيا رايقة كده، بنتكلم انبساط، ضحك، هزار، حاجة كده في اللذيذ منه. ربنا إن شاء الله يجعل كل أيامكم بركة وخير وسعادة بإذن الله بإذن الله يا رب. طيب خلينا ندخل في الحلقة على طول وبدون أي مقدمات. النهاردة كانت في جلسة المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر للقاء الأهلي وباتشوكا بكرة بإذن الله الساعة 7 مساء على ملعب 974 في دولة قطر. النهارده كان في بعض التصريحات القوية جدا كانت من كولر اللي اتكلم وقال لك في بداية المؤتمر كده قال لك احنا مش عاوزين ان الاهلي النهارده يرجع مش عاوزين الاهلي يرجع القاهرة وهو صفر او هو خالي الوجاب زي ما بيقولوا كده، يعني مش عاوزين الاهلي يرجع القاهرة وهو مش معاه بطولات وهو مش في ايده حاجة، مش عاوزين الاهلي يرجع وهو ايده فارغة. دي التصريحات اللي ده اهم تصريح قاله كولر النهارده. طيب رقم 2 اتكلم كولر على اللقاءات السابقة. خلي بالك انه باتشوكا كان قابل النادي الاهلي قبل كده في لقاء واحد 2008 تحديدا. النادي الاهلي كان خسر من باتشوكا 4-2 بعد ما الاهلي قدم على باتشوكا 2-0 علشان يرجع باتشوكا مرة تانية يتعادل ويسجل الهدف الثاني والثالث والرابع في النادي الاهلي. فلو انت هتاخدها من مسألة التاريخ بيقول لك ان باتشوكا متغلب على الاهلي بفارق لقاء.